السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. وصفتنا النهاردة العاشورة، كل عام وحضراتكم طيبين. هنعملها من غير أي افتكاسات بطريقة سهلة، بتمنى من قلبي إنها تعجبكم، بتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. عندنا مقدار كوباية من القمح غسلته ونقعته لمدة ليلة كاملة، ممكن لو مستعجلين يبقى لمدة 4 ساعات. بعد كده نزلت بمقدار معلقة كبيرة ونص من السكر وهغلب بيها القمح بتاعنا بالشكل ده. ودلوقتي نزلت بنص الحلة مية وهرفعها على النار وهسيبها لحد ما تستوي. دلوقتي وبعد القمح بتاعنا ما استوى طفيت النار وسبته لحد ما شرب المية بتاعته كلها. دلوقتي بنزل بكيلو كامل من الحليب، كل اللي هاخده من الكيلو بس نص كوباية. هقول لكم هنعمل فيها ايه. هننزل عليهم بنص كوباية من السكر، يعني كل الكمية اللي أنا استخدمتها كوباية إلا ربع. طبعا السكر بيبقى حسب الرغبة. هنزل بباكت من الفانيليا، كمان هنزل بمعلقة من كبيرة من القشطة وهقلب. دلوقتي بقى هنزل بمقدار معلقتين كبار من النشا على نص كوباية الحليب احنا كنا شايلينها من شوية. ممكن نستخدم مية بدل الحليب وبنقلبهم. ودلوقتي بقى هننزل بالنشا بتاعنا وهنقلب، وزي ما هتشوفوا معايا القوام بتاعنا هيبتدي يتقل معانا. ودلوقتي العاشورة بتاعتنا بقت جاهزة، هنطفي عليها النار ونسيبها لحد ما تبرد معانا شوية. بعد كده نغرفها في الأطباق عشان نقدمها. عايزة أقول لكم القوام بتاعها قوام ناعم جدا وكمان طعمها حلو قوي. دلوقتي بقى هنغرف العاشورة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي بعد ما غرفنا العاشورة بتاعتنا ممكن نسيبها سادة، بيبقى طعمها حلو قوي. ممكن كمان نزينها زي ما احنا حابين. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. اشوفكم على خير في فيديو جديد.